يعني هو بداية العظمة لله وحده، فلا ما فيش حاجة اسمها فنان عظيم مع احترامي ليكي. أنا زميلك اللي بحاول في السينما، في التلفزيون، في المسرح، في الإذاعة، وإعلامي سابق مع حضرتك. بحب أقول لك إنه الفيلم مجتمع مصغر للي احنا بنشوفه في الحياة. يعني الأحداث اللي دارت في هذا الفيلم من الممكن أن تدور خارج إطار الجامعة اللي فيها الأحداث اللي في الفيلم. بنحب نوصل رسالة ونقول إنه الشر لا ينتصر أبدا مهما عليت قوائمه، مهما أتت بوارجه، مهما أتت معداته، الشر في النهاية سيندحر. وده جزء الحقيقة اللي تواكب مع الأحداث اللي احنا عايشينها دلوقتي، أحداث غزة. هو بيمثل كل القضايا الإنسانية اللي بنعيشها، هو بيمثل رسالة لكل الناس اللي لازم يكونوا في حالة من الإنسانية العالية، لازم يكونوا في حالة من التواصل الإنساني بصدق وشفافية وبأحقية. ده اللي بيقوله الفيلم. شكرا طبعا على السؤال. ليه؟ لأنه هقول لك حاجة، أتفق معاكي أنه قد يكون الشباب النهاردة غير مهتم بالمحتوى الفكري أو الثقافي أو الإنساني، قد يكون مهتم فقط بالسوشيال ميديا، بالسطحية، بالضحك، بالملهى، بالكذا. لكن أنت عشان توصلي له حالة من البوشنج أو الدفع أنه يؤمن بالإنسانية من خلال القصائد، فدي أعتقد حالة شوية فيها صعوبة. فيها صعوبة. فاحنا جميل ان انت توصلي رسالة بتقولي للناس فيها من فضلك اهتموا بالشيء الأحق، الشيء الإنساني، الشيء اللي بيملك دليل الشفافية والإنسانية في كل مكان. ده اللي عايز اقوله فيه. لا الحقيقة احنا في دبي بنشارك في أعمال كثيرة، لكن خرطة ان احنا نقول ده لرمضان مش معروفة. اللي بيعرفها المنتج والموزع فقط. فاحنا انا بشارك في اعمال كتيره وقد يكون الحظ، يعني السنه اللي فاتت نزل لي يمكن 3 أعمال في موسم واحد، وفي اعمال عاملها مثلا كتيره قعدت سنتين لحد ما انعرضت. فهو بقول لك هي مساله قياسيه ملهاش علاقه بالممثل، ليها علاقه بالمنتج والموزع. لا في كل الدنيا احنا الفن ده قضيه انسانيه عامه. وانا طبعا يعني هروح فين من ارضي امي، هروح فين من المدرسة الأولى اللي اتعلمت فيها الفن، هروح فين للجامعة اللي في النهاية بتخرج منها وأنا عندي مفاهيم بالفن والثقافة وإلى آخره، هروح فين من شيء له علاقة بأنه رايحة مكان بيعلم العالم.